بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي، كل عام وأنتم بخير. نبدأ عام جديد، عام مليء بالفرح والتشوق في مادة الدراسات الاجتماعية. نتناول الوحدة الأولى، موقع مصر موقع متميز وطبيعة متنوعة، والوحدة دي تشمل 4 دروس. الدرس الأول موقع مصر الفلكي، الدرس الثاني مظاهر سطح مصر، الدرس الثالث مناخ مصر، الدرس الرابع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. قبل ما نبدأ شرح الدرس الأول، أرجو من حضراتكم إذا أعجبكم الفيديو ترك لايك أو سبسكرايب أو كتابة تعليق ورأيكم في الفيديو، ده يهمني جدا إذا أردت مزيد من الفيديوهات التعليمية. هنبدأ عندي الدرس الأول، موقع مصر الفلكي. الدرس الأول موقع مصر الفلكي. زي ما خدنا أحبائي في سنة رابعة كيف نحدد الموقع الجغرافي لأي دولة وحدود الدولة دي مع جيرانها أو بالنسبة للبحار والمحيطات. لازم نعرف نحدد الموقع الفلكي لكل دولة. احنا هنا بنتكلم عن دولتنا حبيبتنا مصر، الوطن العزيز على قلبنا. هناخد عندي موقع مصر الفلكي. طيب، ما في حاجة يا أولاد، حاجة اسمها الإحداثيات. عشان أحدد الموقع الفلكي حاجة بتدفعنا إن احنا نعرف معنى كلمة إحداثيات. المقصود بالإحداثيات يعني إيه إحداثيات يا أحبائي؟ الإحداثيات دي هي مجموع خطوط الطول ودوائر العرض. ودوائر العرض دي بسميها كلمة إحداثيات. يبقى لما يجي أقول لك يعني إيه إحداثيات، أقول له هي مجموع خطوط الطول ودوائر العرض. طيب، هناخد عندي أنا بيمر في الكرة الأرضية العديد من خطوط الطول ودوائر العرض. يمر بالكرة الأرضية خطوط رأسية تعرف بخطوط الطول. وبتمر أيضا خطوط أفقية بنسميها دوائر العرض، تسمى دوائر العرض. طب يا مستر، سؤال واحد زميلكم بيقول لي يا مستر، هل خطوط الطول ودوائر العرض يعني انا بمشي كده في الكرة الارضيه بقسم بقى خطوط طول ودوائر العرض، هل دي خطوط حقيقيه او خطوط وهميه او دوائر كده؟ خطوط الطول ودوائر العرض دي خطوط ودوائر وهميه رسمها العلماء لتسهيل دراسه سطح الارض. يبقى الهدف من خطوط الطول ودوائر العرض أقول له هي وهمية. يعني إيه وهمية؟ يعني مش حقيقية يا أخوان. الخطوط دي مش حقيقية، هي وهمية، العلماء رسموها عشان تسهيل دراسة سطح الأرض. هي وهمية لتسهيل دراسة سطح الكرة الأرضية. الكرة الأرضية. طيب، نبدأ بخطوط الطول. أولا، إيه معنى خطوط الطول يا مستر؟ هناخد الوقت معنى كلمة خطوط الطول. المقصود أولا خطوط الطول. أنا كده برسم الكرة الأرضية زي قدام حضراتكم كده. دي العلماء قسموا خطوط الطول إلى خط طول جرينتش. أكبر خط طول عندي خط جرينتش. قسم الكرة الأرضية خطوط الطول هي خطوط رأسية وهمية تصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
خطوط زي ما انت شايف، خطوط أفق رأسية تصل بين القطب الشمالي والقطب ايه؟ الجنوبي. طب عددها كام يا مستر؟ عددها 360 خط طول، مقسمة بالتساوي 180 شرق الكرة الأرضية و180 غرب الكرة الأرضية. ادي هنا 180 خط طول شرق الكرة الأرضية، و180 خط طول غرب الكرة الأرضية. طب أكبر خط في خطوط الطول يا مستر إيه؟ قال لي خط جرينتش، خط جرينتش. خلاص؟ درجته كام يا مستر؟ درجته صفر. يعني أنا بعد من صفر لحد 180 خط طول شرق الكرة الأرضية، ومن صفر ل 180 خط طول غرب الكرة الأرضية. ده بيدفعنا إلى معنى كلمة خطوط الطول. يبقى أنا كده عرفت خطوط الطول. يبقى المقصود بخطوط الطول، بخطوط الطول، لأن هي خطوط رئيسية أو رأسية وهمية، يعني مش حقيقية، تصل بين القطب الشمالي، ده شمال الكرة الأرضية وده جنوب الكرة الأرضية، والقطب إيه؟ الجنوبي. طيب عددها كام يا مستر؟ عددها قال لي 360 خط طول، متقسمين بالتساوي، مقسمين بالتساوي. 360 دول 180 خط طول شرق الكرة الأرضية، و180 خط طول غرب الكرة الأرضية. يبقى لما اجمع الاثنين مع بعض يدينا كام يا جماعة؟ 360 خط طول. 360 خط ايه؟ طول. لو جمعت خط الطول، خطوط الطول شرق وغرب الكرة الأرضية مجموعها كلها 360 خط طول. طيب خط الطول الرئيسي عندي هنا اللي هو خط جرينتش. خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش. طب ودرجته صفر. يبقى خط جرينتش كام؟ درجته كام يا مستر؟ درجته صفر. تمام. طب ليه سموه خط جرينتش يا مستر؟ قال لي نسبة إلى مدينة جرينتش أو بلدة اسمها تسمى جرينتش جنوب لندن. دي عقد بها المؤتمر الجغرافي لتحديد خطوط الطول، وتم تسمية خط الطول الرئيسي باسم المدينة دي اللي هي مدينة جرينتش جنوب مدينة لندن، جنوب مدينة إيه؟ لندن. طيب أهمية خطوط الطول، لازم أعرف ليه العلماء رسموا خطوط الطول. أهمية خطوط الطول، كل حاجة لها أهمية، كل حاجة في الحياة يا أولادي لها أهمية. طب خطوط الطول اللي رسموها العلماء دي أهميتها في أول حاجة تحديد، تفيدنا في تحديد أي موقع على سطح الأرض، سواء شرق أو غرب الكرة الأرضية. طيب تاني فايدة لينا تحديد فروق التوقيت، تحديد فروق التوقيت والزمن. يعني أنا عايز إن إحنا في القاهرة مثلا الساعة 3، فأنا عاوز أعرفها في الإمارات مثلا الساعة كام، أو في السعودية الساعة كام، أو في تونس أو المغرب الساعة كام. ده من خلال خطوط الطول. يبقى تحديد فروق التوقيت
على سطح الأرض، على سطح إيه؟ سطح الأرض. طيب احنا قلنا خط الطول الرئيسي اللي هو خط يا جماعة جرينتش. خط جرينتش إذا اتجهنا شرق، طبعا انتم عارفين ان الكرة الأرضية بتدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق، يعني الكرة الأرضية بتلف من الغرب إلى إيه؟ إلى الشرق. الكرة الأرضية بتلف من عكس عقارب الساعة. يعني أنا عندي الكرة الأرضية كده بتدور حول محورها، ده خط جرينتش اللي اتفقنا عليه ورسمناه ودرجته صفر. الكرة الأرضية بتدور حول محورها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس. أمام مين؟ الشمس. عشان كده الجزء الشرقي من الكرة الأرضية بتشرق عليه الشمس أولا قبل الجزء الغربي. يبقى الجزء الشرقي من الكرة الأرضية أسبق في التوقيت من الجزء الغربي. طب قال لي بين كل خط طول والتاني 4 دقايق. بين كل خط طول والتاني 4 دقايق. يعني أنا رسمت كده مثلا ادي خطوط طول كده، جزء من خطوط الطول مش كلها طبعا، عشان انا محدش يقدر يرسم خطوط الطول كلها، الكرة الأرضية كبيرة. تمام. هنا شرق وهنا غرب. هنا خط جرينتش بين خط الطول والتاني 4 دقايق. بين خط الطول والتاني 4 دقايق. تمام. إذا اتجهنا شرق الكرة الأرضية بزود 4 دقايق بين خط الطول والتاني. طب إذا اتجهت غرب الكرة الأرضية يا مستر بنقص 4 دقايق. تمام. يبقى هنا تدور الأرض حول محورها أو نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة. عشان كده بيجي الليل يا جماعة والنهار. ما لازم أعرف ليه الليل بيجي وليه النهار، لأن الأرض بتدور حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة. ففي ليل وفي نهار أمام الشمس كل 24 ساعة. لذلك تحدث ظاهرة الليل والنهار. تمام زي الفل. طيب تدور الأرض عكس عقارب إيه؟ عقارب الساعة من الغرب إلى الشرق. طيب يترتب على دوران الأرض عكس عقارب الساعة من الغرب إلى الشرق إيه؟ أقول له الجزء الشرقي من الكرة الأرضية يسبق في التوقيت من الجزء الغربي. يترتب على ذلك ما النتائج ما النتائج المترتبة. الجزء الشرقي من الكرة الأرضية يسبق في التوقيت الجزء الغربي، لأن الشمس تشرق أولا على شرق الكرة الأرضية. لازم أبقى فاهم مش حافظ يا أولادي. لازم الدراسات مش مادة حفظ، الدراسات مادة فهم واستيعاب أولا، وتستنتج أو تطلع المعلومة من خلال فهمك للدرس. طيب إذا اتجهنا نحو شرق الكرة الأرضية بنزود 4 دقائق بين كل خط طول والآخر. 4 دقائق بنزود لو اتجهنا نحو شرق الكرة الأرضية. طب لو حدث العكس، لو إذا اتجهنا نحو غرب الكرة الأرضية بننقص 4 دقائق بين كل خط طول والآخر.
خط طول والآخر. طيب ده بالنسبة لخطوط الطول. طب بيديني مثلا أنا عندي إذا كان مدينة الإسكندرية شرق خط جرينتش، تمام، وكان التوقيت الساعة 2، فهو عاوز يعرف التوقيت في تونس الساعة كام اللي على خط طول مثلا 30. طب احنا قلنا الإسكندرية الساعة كام؟ 2 وعلى خط طول 30، يبقى 2 ساعة 120 دقيقة. 120 دقيقة هنطرحها من صفر يديني الساعتين. طب أنا عاوز أعرف مثلا في خط طول ده لو هعرف ايه الزمن بتاعي. هناخد عندي دوائر العرض. دوائر ايه؟ العرض. ناخد دوائر العرض. عندي دوائر العرض. قال لي دوائر العرض هي أنصاف دوائر أفقية. أنصاف دوائر أفقية هي أنصاف دوائر أفقية تقسم الكرة الأرضية إلى شمال وجنوب. طب نفهمها ازاي يا مستر؟ من خلال الرسم بتاعي. أنا عندي الكرة الأرضية، دائرة العرض الرئيسية عندي دائرة الاستواء. دائرة الاستواء احنا زي ما قلنا خط الطول الرئيسي، الخط الكبير اللي فيه الطول الرئيسي جرينتش. هنا في دائرة عرض أكبر واحدة فيهم الاستواء ودرجتها برضو صفر. يعني ايه يا مستر ده؟ يعني عدد دوائر العرض كام يا مستر؟ 180. يبقى لما اكسب 180 على نصف الكرة الشمالي، هنا نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. عدد دوائر العرض في نصف الكرة الشمالي 90 دائرة عرضية، وعدد دوائر العرض في نصف الكرة الجنوبي 90 برضو. لما اجمع 90 و90 يديني كام؟ 180 دائرة عرضية، أكبرهم دائرة إيه؟ الاستواء. وطبعا دوائر العرض غير متساوية في الحجم. غير متساوية في الحجم، يعني الكبيرة فيهم الاستواء بتقل لحد نقطة القطب الشمالي وتنتهي في نقطة القطب إيه؟ الجنوب. دي القطب الشمالي دون نقطة القطب إيه؟ الجنوب. غير متساوية في الحجم أو المساحة. طيب احنا قلنا خط الطول الرئيسي سوري دائرة العرض الرئيسية. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. دائرة مين؟ الاستواء. درجتها صفر. يبقى دائرة الاستواء كام؟ صفر. يعني بعد 90 دائرة عرض شمال الكرة الأرضية و90 دائرة عرض جنوب الكرة الأرضية. ونلاحظ يا أولاد إن دائرة الاستواء بتكون شديدة الحرارة وبتكون الأشعة عليها عمودية، وكل ما اتجه شمالا كل بتقل درجة الحرارة لحد تصل إلى درجة التجمد في نصف الكرة الشمالي ودرجة التجمد في نصف الكرة الجنوبي. كل ما ابتعد عنها بتقل درجة الحرارة، كل ما قرب من دائرة الاستواء بتزيد درجة الحرارة، عكس بعض. طيب هنا دائرة الاستواء درجتها صفر. عدد دوائر العرض قال لي 180 دائرة عرضية. 180 دائرة عرضية. احنا قلنا أكبرهم دائرة إيه؟ الاستواء. أكبرهم دائرة الاستواء. طيب هناخد أهمية دوائر العرض. أهمية دوائر العرض. أول حاجة بالاشتراك مع خطوط الطول تفيدنا في
1. تحديد أي مكان أو موقع على سطح الأرض بالاشتراك مع خطوط الطول. طيب تاني حاجة بتفيدني في دراسة المناخ ودرجة الحرارة والأمطار والرياح، تفيدني في دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والرياح والأمطار والضغط الجوي. طيب يا مستر، هو ما فيش غير دائرة الاستواء بس فقط الموجودة في دوائر العرض اللي لها أهمية؟ لا، في كذا دائرة عرض لها أهمية، هناخدهم بالتفصيل. أهم دوائر العرض من خلال الرسم عندي هنا ادي الكرة الأرضية. ركز شوية عشان دي استنتاجية يا أولادي، فلازم تركز معي. احنا قلنا دائرة العرض الرئيسية لسه جايين الوقت. دائرة الاستواء يا مستر درجتها كام؟ 0. دائرة الاستواء درجتها كام؟ 0. قال لي في دائرة عرض بتقع شمال دائرة الاستواء عند درجة عرض 23.5، تعرف باسم مدار السرطان. مدار السرطان 23.5 درجة. هنا مدار السرطان. في دائرة عرض شمال مدار السرطان تعرف بالدائرة القطبية الشمالية، 66 دائرة عرض عند درجة 66 دائرة عرض، اللي هي الدائرة القطبية الشمالية. آخر حاجة عندي في شمال الكرة الأرضية، لاحظ إن أنا ببعد هنا القطب الشمالي، أو نقول نقطة القطب الشمالي ودرجتها كام؟ 90. طيب ناخد نصف الكرة الأرضية الجنوبي. دائرة العرض تلي اللي تيجي بعد دائرة الاستواء جنوب دائرة الاستواء، ونفس درجة العرض 23.5 درجة، تعرف بمدار الجدي. مدار مين يا جماعة؟ الجدي، برافو عليك. طيب دائرة العرض الرئيسية اللي بتمر جنوب مدار الجدي ودرجتها 66 بسميها، احنا قلنا هنا الدائرة القطبية الشمالية، يبقى هنا الدائرة القطبية الجنوبية، برافو عليك. يبقى هنا 66 هنا الدائرة القطبية الجنوبية. زي ما قلت هنا نقطة القطب الشمالي، يبقى هنا نقطة القطب الجنوبي. نقطة القطب الجنوبي درجتها كام؟ برضو 90. درجتها كام؟ 90. يبقى تاني لاحظوا معايا، أنا عندي دائرة العرض الرئيسية اللي هي في النص زي ما قلنا دائرة الاستواء درجتها 0. طب بيجي يقول لك إيه؟ اكتب اسم دائرة العرض التي تقع شمال دائرة استواء درجتها 23. أقول له أنت مغمض؟ مدار السرطان. طب لو قال لي دائرة العرض الرئيسية تقع جنوب دائرة الاستواء، ده نصف الكرة الشمالي وده نصف الكرة الجنوبي. لو قلنا دائرة العرض الرئيسية تقع جنوب دائرة الاستواء ودرجتها برضو 23.5، أقول له مدار الجدي. طب درجة العرض الرئيسية تقع جنوب دائرة الاستواء درجتها 90، أقول له نقطة القطب الجنوبي. طب لو قال لي شمال دائرة الاستواء برضو درجتها 90، أقول له نقطة القطب الشمالي. طب لو قال لي درجة العرض تقع شمال دائرة الاستواء ودرجتها 66، يبقى بيتكلم عن دائرة قطبية شمالية. لكن لو قال لي دائرة العرض تقع جنوب دائرة الاستواء برضو درجتها 66، يبقى الدائرة القطبية الجنوبية. كده
لمينا المقصود بدوائر العرض وخطوط الطول. هناخد موقع مصر الفلكي. موقع مصر الفلكي، مصر بتمر بين كام دائرة عرض وكام خط طول. طيب المقصود ده هنا موقع مصر الفلكي اللي هو عنوان الدرس الرئيسي. المقصود بالموقع الفلكي، بالموقع الفلكي لسه شارحينه، اللي هو مجموع خطوط الموقع الفلكي، اللي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ده بسميه الموقع الفلك. طب لو جيت انا رسمت لخريطة لجمهورية مصر العربية، لو رسمت خريطة لجمهورية مصر العربية ونعرف بتبدأ خطوط الطول من فين وتنتهي فين. ادي هنا جمهورية مصر العربية، احنا اتدربنا في سنة رابعة على كيفية رسم الخريطة بما فيه الكفاية. المفروض أي طالب يدرس دراسات اجتماعية لازم يعرف يرسم الخريطة كويس، عشان ده بتفيدنا بعد كده في تحديد مظاهر السطح في الدروس اللي بعديها. طيب عندي خط الطول. مصر تقع بين خط الطول من 25 شرقا شرق الكرة الأرضية إلى 37 غربا. تمام؟ احنا عارفين مصر تقع شمال شرق الكرة الأرضية، شمال شرق أفريقيا، شمال شرق الكرة الأرضية. يبقى هنا تمر مصر بين خطي طول 25 إلى شرقا إلى 37 شرقا. برضه احنا هنتكلم عن شرق الكرة الأرضية. طيب يبقى تبدأ حدود مصر الشرقية عند خط طول كام يا جماعة؟ 25. تنتهي حدود مصر الشرقية برضه من جهة الشرق أو من جهة الغرب عند خط طول كام؟ برضه 37. يبقى هنا حدود مصر تبدأ عند خط طول 25 وتنتهي عند خط طول كام؟ 37. طيب عندي هناخد دوائر العرض. دوائر العرض بتمر بمصر، تمر بمصر عدة دوائر عرض بتبدأ من 22.5 شمالا إلى 31.5 شمالا برضه. يعني هنا كده دي دائرة العرض اللي بتبدأ عند حدودها مصر 22.5، وهنا دائرة العرض اللي تنتهي عند حدود مصر اللي هي قلنا 31 شرطة زي ما احنا بنقول ونص كده إجمالي. طيب عندي بالنسبة لدائرة العرض، دائرة العرض تبدأ حدود مصر عند دائرة عرض اللي على حدود ليبيا عندي هنا اللي هي 25. ده خط الطول العرض. طيب وعندي تنتهي عند خط طول 37 برضه شرقا عند مدينة طابة. مدينة مين يا اخوانا؟ طابة. يبقى تشرق الشمس على أول مدينة مصرية عند مدينة مين؟ أول مدينة بتشرق عليها الشمس في مصر مدينة مين يا اخوانا؟ طابة. ودي لازم تحطها معلومة وتحفظها عشان بتفيدك بعد كده في المرحلة الإعدادية والثانوية فيما بعد.
تمام. كده انتهينا من درس